يبني، عارفة إنك دلوقتي في وسط المعركة، كل يوم امتحان وكل يوم ضغط وكل يوم بتصحى على خضة وتنام على توتر. بس خليك فاكر، أنت مش لوحدك، وكل لحظة بتمر ربنا شايف فيها تعبك وشايف جهدك حتى لو محدش حس بيه. أنا مش جاية أقولك ذاكر أكتر، أنا جاية أقولك اترتب دماغك، ما تسيبش يومك يعدي بالعشوائية وما تسمحش للتوتر يشلك. دلوقتي وإحنا في عز الامتحانات اسمع الكلام ده مني. قبل كل امتحان بيوم قسم وقتك كده، بعد ساعة أولى مراجعة سريعة على العناوين، شوف المنهج من فوق. ساعة تانية حل أسئلة سريعة، أسئلة الامتحانات القديمة. ساعة تالتة تحفظ أو تراجع التفاصيل المهمة، قوانين، معاني، نقاط. وخد راحة نص ساعة كل شوية، اشرب حاجة، صلي، خد نفس، عقلك محتاج يرتاح علشان يعرف يشتغل. في يوم الامتحان أقوم بدري وأصلي الفجر وآكل أي حاجة خفيفة وراجع نقاط بسيطة وانت هادي، ما تفتحش الكتاب كله، راجع نقاط كنت كاتبها بإيدك أو ملوحيز سريعة. وتفكر دايما الامتحان مش نهاية الدنيا، والنتيجة مش هتعرف تحكم على قيمتك. قيمتك في إنك بتحاول رغم التعب، وبتقاوم رغم الضغط، وبتنظم وقتك رغم قلة الوقت. أنا فخورة بيك، مش علشان بتذاكر، لكن علشان لسه واقف ولسه بتحاول. يا ابني خدها مني، اللي بيرتب يومه بيكسب اليوم، واللي بيمسك أعصابه بيعرف ينجح حتى وهو تعبان. وما تنساش، ربنا شايف، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. قوم كمل مذاكرتك، وافتكر أنا في ظهرك بدعيلك وفكرك في كل سجدة. أمك زهرة.